النهاردة هنتكلم عن ملك جه الحكم وهو على مشارف ال70 بعد ما قضى عمره كله في ظل أعظم ملك في التاريخ المصري، الملك ميرنبتاح، أو زي ما اسمه بيقول محبوب الإله بتاح، رابع ملوك الأسرة ال19 في عصر الرعامسة. تخيلوا إن والده كان الملك رمسيس الثاني العظيم اللي حكم مصر أكتر من 66 سنة. ميرنبتاح ما كانش الابن الأكبر أو حتى الثاني، كان ترتيبه ال13 بين أبناء رمسيس، وده بيورينا قد إيه طريق العرش كان صعب بالنسبة له. كل اخواته اللي كانوا اكبر منه ماتوا في حياة ابوهم الطويلة، ولما جه الدور عليه عشان يتولى الحكم كان عمره حوالي 60 او 70 سنة. لكن السن ما اثرش على ارادته وقوته، بالعكس ميرنبتاح استلم امبراطورية عظيمة لكنها كانت بتواجه تحديات ضخمة. وبالرغم من حكمه اللي استمر 10 سنين بس من سنة 1213 ل 1203 قبل الميلاد، الا انه قدر يحافظ على مجد الامبراطورية. وعشان نفهم حياة ميرنبتاح لازم نرجع لأيام أبوه رمسيس الثاني. طول فترة شباب ميرنبتاح لحد ما بقى راجل كبير كان بيشوف أبوه بيبني المعابد وبيخوض الحروب وبيحكم. كل الألقاب أو المناصب الكبيرة كانت بتروح لإخواته اللي أكبر منه. ميرنبتاح كان ابن الملكة استنفرت الثانية، وهي واحدة من زوجات رمسيس الثاني المهمين. ميرنبتاح عاش وقت طويل جدا ولي عهد مستني دوره في الحكم بعد والده. الفترة دي خلته يكسب خبرة كبيرة في الإدارة وشؤون الدولة، ويمكن ده اللي خلاه جاهز للحكم لما جات الفرصة في سن متأخر. المؤرخين بيقولوا انه لما تولى الحكم كان بيمر بحالة صحية صعبة، والمومياء بتاعته بتأكد انه كان بيعاني من مشاكل في المفاصل وتصلب في الشرايين في اواخر ايامه، بس ده ما احبطوش. واول قرار خده ميرنبتاح بعد ما مسك الحكم نقل العاصمة. ابوه رمسيس الثاني كان عامل عاصمة جديدة اسمها بير رمسيس في منطقة الدلتا عشان تكون قريبة من المناطق اللي تحت سيطرته في سوريا وفلسطين وتسهل الحكم والتحركات العسكرية. لكن ميرنبتاح نقل مركز الحكم من بير رمسيس ورجعها لمدينة عريقة هي منفيس أو منف. ميرنبتاح بنى قصر ملكي ضخم جدا جنب معبد الإله بتاح إله المدينة. علماء الآثار اكتشفوا القصر ده سنة 1915 عن طريق بعثة أمريكية، وده بيورينا قد إيه ميرنبتاح كان بيحاول يرجع التقاليد القديمة ويستمد القوة من جذور مصر العميقة. وكمان ممكن يكون خطوة لتعزيز قوة الجبهة الغربية اللي كانت مهددة. وبالرغم إن حكمه كان قصير إلا إن ميرنبتاح ما كانش بيبني من الصفر. اغلب الاحجار والمنشآت اللي استخدمها في مبانيه جابها من اثار ومعابد الملوك اللي سبقوه. كان بيستخدم الحجر الجيري او الجرانيت المنقوش اصلا وينقش عليه اسمه والقابه الجديده عشان يوفر وقت ومجهود في البناء ويستغل الموارد المتاحه بشكل عملي. التهديد الاكبر والاخطر اللي واجه ميرنبتاح ما كانش من الشرق زي العاده، لا ده كان من الغرب، من حدود مصر مع ليبيا. كان فيه هجره كبيره جدا وغزو متزايد على حدود مصر، وده بسبب تحالف القبائل الليبيه مع مجموعة كبيرة من الشعوب المهاجرة من جزر شرق وشمال البحر المتوسط، واللي المؤرخين كانوا بيسموهم شعوب البحر. شعوب البحر كانوا مجموعة من القبائل اللي نزحت من بلادها وركبت البحر وهي بتدور على مكان تستقر فيه أو تنهب خيره، وكانت مصر هي الهدف الأساسي. المعارك وصلت لذروتها بينهم في السنة ال5 من حكم ميرنبتاح. القبائل الليبية بمساعدة حلفائهم من شعوب البحر عملوا هجوم كبير على الدلتا، وكان هدفهم انهم يدخلوا مصر ويستقروا فيها. ميرنبتاح بالرغم من سنه الكبير رفض انه يستسلم او حتى يتفاوض معاهم، وقاد حملة عسكرية ضخمة جدا ضدهم. سجلات معبد الكرنك ولوحة النصر بتاعته اللي هنتكلم عليها بعد شوية بتوصف تفاصيل المعركة بشكل واضح، وان الجيش المصري قدر يهزمهم هزيمة ساحقة. النص بيقول ان ميرنبتاح انتصر على الليبيين بالكامل وقتل عشرات الالاف منهم واسر عدد كبير جدا، وكمان قدر يرجع الاراضي اللي استولوا عليها. وده ما كانش انتصار عادي، ده كان انقاذ لمصر من الغزو الاجنبي اللي كان ممكن ينهي على الاسرة ال19 بالكامل. الانتصار ده أكد سيطرة ميرنبتاح الكاملة على الحكم وقوته العسكرية بالرغم من تقدمه في السن. ومن أشهر آثار ميرنبتاح على الإطلاق لوحة النصر، وهي لوحة ضخمة من الجرانيت الأسود. اللوحة اللي اكتشفها عالم الآثار الإنجليزي فليندرز بيتري سنة 1896. النص اللي مكتوب على اللوحة بيعتبر قصيدة ضخمة من 28 سطر، واللي بيفتخر فيهم الملك ميرنبتاح بقوته وانتصاراته، وبيوصف قد إيه مصر رجعت آمنة وقوية بعد النصر على الليبيين. وفي النص العلوي من اللوحة ميرنبتاح بيظهر وهو بيستلم سيف الشبش من الإله آمون، والإله آمون بيقول له خد السيف لكي تنتصر على جميع بلاد الغرباء، وده بيوضح البعد الديني والشرعي لحروبه. اللوحة دي بتعتبر وثيقة تاريخية مهمة جدا لأنها بتدينا صورة واضحة عن الأوضاع السياسية والعسكرية في نهاية الأسرة ال19. ميرنبتاح ما كانش مشغول بس بالجبهة الغربية، لا ده كمان حافظ على النفوذ في الشام وكنعان. النصوص الأثرية بتأكد
بتأكد إنه عمل حملات عسكرية على بلاد الشام وبلاد كنعان عشان يحافظ على الإمبراطورية اللي ورثها عن أبوه. الحملات دي كانت ضرورية عشان يضمن ولاء الحكام المحليين، وكمان يحافظ على طرق التجارة المصرية المهمة في المنطقة دي. الملك ميرنبتاح ورث التزامات أبوه في حماية الإمبراطورية، ونجح إنه يفضل مسيطر على المناطق دي لحد آخر حكمه. وبالرغم من إن فترة حكمه كانت قصيرة إلا إنه حاول يعمل شوية مباني. بالإضافة لقصره اللي بناه في منفيس، هو كمان بنى معبد جنائزي لنفسه في طيبة في الأقصر حاليا. كمان اكتشفوا له عمود تذكاري من الجرانيت الوردي. العمود ده كان عامله تخليدا للإله رع. العمود ده طوله حوالي 5 أمتار و60 سنتي، ووزنه حوالي 17 طن. أما بقى عن مكان دفنه، الملك ميرنبتاح اتدفن في مقبرته في وادي الملوك، بس الموميا بتاعته اتنقلت بعد كده ولقوها في خبيئة في مقبرة الملك أمنحتب الثاني مع 18 موميا ملكية تانية سنة 1898. طول الملك ميرنبتاح حوالي 171 سنتي، والفحص الطبي بيبين إنه كان في شبه كبير بينه وبين أبوه رمسيس الثاني وجده سيتي الأول. الملك ميرنبتاح مات بعد حوالي 10 سنين من حكمه، ورغم إن الفترة دي قصيرة مقارنة بحكم أبوه إلا إنه عمل إنجازات ضخمة. قصة ميرنبتاح بتورينا إن العظمة مش مرتبطة بمدة الحكم، ولكن بمدى قدرة القائد على تحمل المسؤولية وقت الأزمات. ميرنبتاح نجح في الاختبار الصعب وحافظ على ميراث أبوه الملك العظيم رمسيس الثاني. ميرنبتاح محبوب الإله بتاح، والوريث الصبور والمنقذ العسكري لمصر القديمة.